سوف ترون بإذن الله تبارك وتعالى. لا علاقة لمسألة أن الله كتب وقدر وعلم بكونك مجبرا أو مخيرا، ما لهاش علاقة. أيوة علم ويعلم كل ما ستفعل وكتب وأنت مخير، ولا تشكن. وسنثبت هذا بطريقة فلسفية مبسطة جدا وغير مسبوقة طبعا. المهم أنها غير مسبوقة. لو مسبوقة هنقول لك ارجع لكتاب فلان على غير مسبوقة، تتوسل فيها بعض المفاهيم الفيزيائية وكذا وحتفهموا الحمد لله. والناس الأذكياء يعني إخواني الذين كانوا معي يعرفون هذا. حين عرضت هذا قبل بضع عشرة سنة على أستاذنا الكبير الدكتور المسيري، بعد 5 دقائق فهم، قال لي ده شيء خطير جدا جدا، ده بحل مشاكل ما لهاش حل. أي طبعا حل، هي محلولة في نظري، محلولة تماما بفضل الله عز وجل، محلولة ولا تشكل لدي أي هاجس. أن الله علم وكتب وأنا حر مطلقا، حرية حقيقية. هتقول لي مطلقا؟ أيوة مطلقا. هتقول لي كيف مطلقا؟ أنت حر في شكلك، ومين قال لك إنه شكلي فعلي؟ ما قلنا قبل هيك شكلي مش فعلي، فعلي هو البحث في أفعالي أنا. يا أخي الله يخليك، ما أنت شوف حتى الاستهبال عند علمائنا والله العظيم، علماء وشيخ كبار يقول لك أنت مخير في كذا أو مسير في شكلك. يا حبيبي شكلي هو فعلي، إيه الهبل هذا؟ هذا موضوع النزاع. موضوع النزاع مين خلقني؟ خلقني الله يا أخي. أنا بدي فعلي أنا، فعلي أنا مش شكلي، شكلي هو فعله هو، صح؟ ملوش علاقة بمخير ومسير. موضوع النزاع أفعالي أنا. يعني يقول لك كون أبوك وأمك فلان وفلاني أنت مسير في هذا، كون شكلك كذا كذا أنت لا مسير ولا مخير، هذا مش فعلي، فعله هو، هذا فعل الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا اختيار الله. يا أخي بلاش تخبيص. قلت لك مخنا مخبص، إحنا كأوت الشيك في كل شيء. لا أنا بدي أفعالي أنا، حين أصدق وحين أكذب، حين أتكلم بأي نية أتكلم، والله المطلع، أنتم مش مطلعين، الله العارف مثلا. حين يتكلم الأخ أو الأخت، لماذا تتكلم هذا؟ لماذا تكتب هذا؟ إيش النية؟ صح؟ الله يعلم هذا عز وجل، وهي حرة مختارة في هذا. انتبهوا، أين هذه الفلسفة الجبرية الحتمية الميتافيزيقية من فلسفة القرآن الكريم؟ طبعا انتبهوا، هنا في شغلة مش طبيعية بالنسبة إلي، يعني ذات جاذبية غير عادية، جاذبية غير طبيعية بالنسبة لي والله العظيم. وأستطيع يعني أبدأ أتفهم ليش إحنا فعلا خلفاء الله في هذه الأرض، ليش الإنسان كائن عزيز عند الله تبارك وتعالى، وزي ما قلنا ونادر جدا جدا. أنا أقول لكم ربما تقريبا ملوش مثيل، يعني عملة فعلا نادرة. قلناها مرة في خطبة القتل من القتل. أنت افهم، لما تقتل إنسان أنت قاعد تقتل عملة نادرة في كون قطر نصف قطره الآن حوالي 90 بليون سنة ضوئية، هذه آخر الدراسات وفيه مليارات المجرات ومئات مليارات النجوم ومليارات الكواكب. لحد الآن مش ثابت أنه في حياة عاقلة كالحياة البشرية إلا إحنا في كل هالكون هذا. تخيل شيء لا يكاد يصدق. يعني لو شبهنا، وهذا التشبيه غير وافي قاصر من جوانب كثيرة، هالمسجد هذا وأنه كله مليء بذرات الرمل، ومن كل ذرات الرمل هذه في ذرة واحدة لها مزية خاصة على كل هذا العالم من الرمال. يعني بيكون شيء ملفت، صح؟ لافت جدا جدا جدا. هذا الإنسان يا إخواني لذلك احترامه، تقرير كرامته وحرياته، عدم المساس بحياته وحرياته شغله مقدس عند الله تبارك وتعالى. وفعلا وهذا معنى كلام النبي، وهذا أنا بصدق النبي قاله. وزي ما قلت لكم مش حنظر في إسناده، ما يهمنيش إسناده، المعنى صحيح، المعنى صحيح، إنه لزوال السماوات والأرض أهون على الله من قتل. ليش طيب؟ ما فيش منه، لأنه فالسماوات كلها والأرض فيش إلا الإنسان هذا، فتزول ولا مش صحيح؟ ومن أجل هالإنسان هذه الله سخر كل هالسماوات والأراضين إله كله. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلا إحنا. لهالذرة التائهة مش تائهة، تائهة عند التائهين، عند النهليين، عند العدميين. إحنا مش عدميون، بالعكس الحمد لله. أنا أقول لكم هنا عظمة الإسلام، مش حنكون عاجزين نشوف في إسلامنا الأشياء العظيمة، وكله عظيم بإذن الله. إيش هي؟ عظمته كإنسان، عظمة هذا الجنس البشري يا إخواني، عظمة غير طبيعية. القرآن علمك كيف، ما تقول ليش أنا ذرة تائهة في الكون، في ضاحية مش عارف في منزل، في غرفة، في كذا، في لا 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 لا, لا بغض النظر، أنت أعظم من كل هذا الكون. الكون هذا مسخر إليك، وبلا شك المسخر أقل كرامة من المسخر له. هذا مسخر إليك أنت، إلي أنا، إليك أنت، تعرف قيمتك. وقلت لكم أنا مع مع فلسفة إقبال في الخودي، في الذاتية. بل قال لك أنت عارف قيمة نفسك، أنت يا مسلم موضع عناية الله، أنت مراد الله، هذا الكون كله صدفة، وأنت الجوهر الحقيقية في داخل الصدفة هذه. أنت
وانت كذات كمان كفرد هيك مهم جدا جدا. اقبال يقول يحترق البيدر كله وتنجو الحبه. ممكن بيدر على فكره حين يضرب الصاعق هذا البرق يحرق حبه قمح ولا يحرق بيدرا؟ اذا بحرق بيدر، مستحيل يحرق حبه، ما في. لكن بقى حبه منفرده موجوده هنا ما بيحرقها. فاقبال شوف الفلسفه العجيبه اللي عنده. قال ما تهتم، تقول انا يا واحد انا ايش بساوي؟ انت ممكن تساوي كثير 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 كثير، وخاصه اذا عندك الريسبت او الوصفه. اذا عندك اللي مش عند غيرك ولا مش صحيح، انت ممكن الله يحيي بك امه. يحيي. كتاب الموتى يا اخواني المصري، تعرفوا كتاب الموتى اسمه كتاب الموتى. ايش يقول؟ عباره لطيفه هذا على فكره في الفلسفه المصريه. بقول يتعين على آخر بشر، على آخر واحد في الجنس البشري يقف بين يدي قاضي العالم السفلي، قاضي القضاء أوزيريس، هذا يقف آخر روح بشرية تدلى إلى هذا العالم، يتعين عليها أن تؤدي الشهادة على الجنس البشري. أنت منهم؟ يقول له أنت بتمثلهم، أنت مش مسؤول عن مجتمعك فقط، مسؤول عن البشرية. تفضل اعطينا ايش الشهاده تبعتك، ايش بتقول فهالخلق هذا اللي اسمه البشر بني ادم. تخيل شيء جميل، عندهم الفكره هذه شيء جميل، وعند المصريين كانوا هذه الفكره. المسلم يا اخواني هذه مش فكره عنده ومش مبدا، انا اقول لكم عقيده. لما انا اكون لما اكون تابعا لنبي متبوع اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد، والله يقول له وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. انتجي انا هنا مش بس من باب الافتخار والزهو، لا 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 لا، بمعرفة قدري هذا نبي.